يا الله، لما ندخل كده المطبخ نشوف ماما حاطة فين السندوتشات عشان نسخنها. أوه. ايه ده؟ مفيش سندوتشات. طب يمكن هنا لا مش موجود. طب في الفرن؟ لا، يعني برضو مين اللي هيحط سندوتشات في الفرن؟ واكيد ماما ما حطتهمش في التلاجة. ده يعني ماما ما عملتش الفطار. لا، اكيد سابتني عشان انا اللي اعمله واقعد اسخنه ومش عارفه ايه. لا، بكره كده. يا ربي، خلاص انا مضطره هروح بقى افتح التلاجة واجيب عيش عشان اعمل سندوتشات. اول حاجه افتح الضرفه اللي فوق دي عشان اخد حته عيش من هنا. هو سندوتش واحد مش فرح هو. استغفر الله. نروح بقى على التلاجة دلوقتي عشان نجيب منها جبنه. موسع الزبادي دي كده، ركز الزبادي تاني فوق لحسن ماما تزعق لنا. يلا بقى نبتدي نعمل السندوتش بتاعنا. جبت المعلقة وجبت الجبنة عشان افرد الجبنة في السندوتش. حط الجبنة كده، هوب، نفرد الجبنة كويس. ايوه بس كده نكون عملنا احلى سندوتش مع الشيف لولي. طبعا بقى مقولكوش شطارتي في الطبخ، امال ليه؟ ده انا بعمل كيكه ورز مع ماما ومكرونه كمان يا حم. ناخد بقى الشماوشت بتاعنا ده ونرجع تاني المعلقه مكانها عشان نسخن السندوتش. نفتح بقى، طلع طبق البيتزا اللي من امبارح ده، نسخن سخن بقى السندوتش اللي معانا ده. شغل بقى الفرن، بس الميكرويف قصدي. نطلع بقى الشماوشت ونروح نقعد بقى في الليفينج. بس كده، يلا بينا. ايه ده يا ماما، انت هنا بتعملي ايه؟ ايه اللي بعمل ايه يا حبيبتي؟ النهارده هنعمل ترويقة رمضان. ايه ترويقة رمضان؟ ايه ترويقة رمضان دي؟ ان شاء الله انا اعرف ترويقة العيد، بس ايه ترويقة رمضان دي يا حبيبتي؟ ترويقة رمضان دي زي ترويقة العيد بالظبط، لان اكيد قبل اي مناسبة زي رمضان والعيد وكده لازم البيت يكون نظيف. فاحنا هنكنس الشقة وكمان هنعمل العفش ونظبط الدنيا يعني وكده، عشان اكيد لازم البيت يكون نظيف. وطبعا هستنى اخوكي يصحى علشان خاطر ننضف البيت، عشان مش هنضف لوحدي ولا هنضف معاكي لوحدك. لازم برضو يكون في حد معانا، حد على الاقل يقعد يناولنا الحاجة او حتى يظبط السفرة. تمام يا ماما. ايه ده؟ في حد بيرن الجرس، غريبة، مين بيرن الجرس الصبح كده؟ طيب هروح اشوف. ايوه جاية انا جاية اهو. ايه ده؟ اهلا جنجونة، عاملة ايه؟ أنا بخير الحمد لله، وانتي كيفك؟ الحمد لله. تعالي ادخلي. استني هجيبلك كوباية مية، شكلك عطشانة. لا مش عطشانة. لا ازاي؟ حتى لو مش عطشانة هتشربي غصب عنك طالما انتي عندي، ماليش دعوة. شكرا. اتفضلي. شكرا. مين اللي على الباب يا عالية؟ دي جنة يا ماما، انا هنا. اهلا جنجونة، نورتي بيتنا. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، وانتي يا خالته؟ الحمد لله. يلا بقى طالما انت جيتي هتروقي معانا، ماليش دعوة. اكيد. دي ترويقة رمضان ولا ايش؟ ايوه ترويقة رمضان، فتروقي بقى معانا انا وعليا طالما الاستاذ عز مش عايز يصحى. اكيد بروق معاكم. اوكي يا ماما، ايه اول حاجة هنبتدي نعملها؟ سؤال كويس. طبعا بما ان احنا لسه الصبح فايه، جنى هتروحي علشان خاطر تلمي الغسيل، شوفي ايه اللي بيتغسل وطلعيه لو في حاجة بتتغسل يعني، وشوفي لو في غسيل نشريه انتي وعليا. بعد كده هقول لكم تعملوا ايه. حاضر سيدي الرئيس. اوكي، هذا هو الغسيل اللي راح ننشره صح؟ ايوه هو ده الغسيل اللي هنشره. تعالي.
الغسيل مرة كتير. اصلنا احنا كتير بقى وعندنا هدوم كتير، عشان كده الغسيل كتير. فهمت عليكي. بس كده تمت المهمة بنجاح. ايوه تمت بنجاح اكيد. يلا بقى نرجع الباسكت مكانه ونشوف ايه المهمة اللي بعدها. ماما خلصنا المهمة. كويس، طالما خلصتوا خدوا المكنسة وابتدوا بقى بصوا، خدوا المكنسة التانية واكنسوا المطبخ عشان فرافيش وحاجات كده برضو، وكمان اوضه الغسيل. وتعالوا تاني. حاضر يا ماما، معلش بقى نتعبك معانا شوية النهاردة يا جنجونة، بس انتي اللي قررتي تيجي في يوم مش مناسب بالمرة. لا، أنا مبسوطة إني أنظف البيت معكم لرمضان. واحنا مبسوطين اكتر. خلصنا اخيرا. يلا بقى نرجع كل حاجة مكانها لحد ما ماما تقول لنا هنعمل ايه تاني. يلا بقى يا ولاد هنطلع عشان ننضف الدور التاني. تمام خالد. تمام يا ماما. بعد ما نفطر رح نتحضر. جبنا الفوانيس احمر واخضر. بعد ما نفطر رح نتحضر. نملى جيوبنا بندق وزبيب. الحمد لله يا ولاد، رتبنا البيت وروقناه وظبطنا الدنيا، حطينا الغسيل ونفضنا الشقة، كل حاجة ما شاء الله بقت مهندمة وخلصنا. دلوقتي بقى اكيد هنعمل الغدا وحاجات في الفرن وكده، دي انا حاجات شايلاها. هنعمل بقى الغدا دلوقتي، هنفتح التلاجة ونكتشف بقى. اقول لكم على حاجة، كان في وصفات جديدة كنت شفتها، فلو كده خلونا نبتدي ان احنا نعملها بالجمبري بقى وحاجات كده. ماشي يا ماما، انا بجد متحمسة قوي. أنا مرة انبسطت معكم اليوم. طيب كويس انك انبسطتي يا جنجونة معانا النهاردة. دلوقتي بقى خلونا نبتدي نطبخ. يلا يا جنجونة ناخد اطباق علشان خاطر ماما تحط فيها الاكل، وكمان نحط على السفرة عشان خاطر ناكل، وعز اسمه ايه ده برضو يجي ياكل معانا. أوكي، الأطباق الكبيرة أو الأطباق الصغيرة؟ لا الصغيرة، عشان الكبيرة دي يعني تاخد قطعة واحدة بس على الفاضي. تمام أكيد. بسم الله. تسلم ايدك يا ماما، بجد الاكل تحفة. اكيد بقى دي وصفات خطيرة اتعلمتيها عشان عزومات رمضان وكده، مش كده؟ يا خالتي وعليا ما تمزح، من جد الأكل يجنن. شكرا يا ولاد، دايما جابرين بخاطري، مش زي التاني اللي هناك ده معترض على كل حاجة. يلا بقى كله صحة وعافية.